أهلا بيكم في حدوتة جديدة من حواديت غودة. قبل ما نبدأ، لو أول مرة بتسمعونا ما تنسوش تشتركوا في قناة اليوتيوب حواديت غودة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من قصصنا. ولو القصة عجبتكم دوسوا لايك وسيبوا رأيكم في كومنت وشيروا الحلقة مع اللي بيحبوا القصص الصوتية. النهاردة إحنا قدام حكاية مش عادية، حكاية أسرة كاملة بتنتهي بسبب أفعال شياطين الإنس. القصة للكاتب شاهر أحمد الزيني، الديابة. يلا بينا نسمع القصة. أنا الأستاذ وليد ياسر المحامي، ليا أكتر من 20 سنة دلوقتي بشتغل في المحاماة، واللي بيشتغل في مهنتنا دي لازم يشوف فيها العجب من المواقف والأحداث والجرائم، لأننا تقريبا بنتعامل مع جميع فئات المجتمع ومع كل الطباع البشرية. بس برغم صعوبة مهنتي إلا إني أعشقها وغارق حبا في بحرها العظيم ورسالتها النبيلة السامية، وهي تحقيق العدالة وإعلاء كلمة الحق وسمو روح القانون. وفي يوم كنت قاعد في المكتب في الليل متأخر، كنت بخلص شغل، ومرة واحدة دخل عليا شاب، هو مش كبير في السن، يعني حوالي 30 سنة. كان باين عليه علامات الخوف والكرب، وكان في نقط دم كتير على هدومه اللي كان لابسها. حضرتك محامي؟ أيوة، حضرتك مين؟ يا أستاذ. مالك بس؟ اهدى كده واتفضل اقعد. مالك كده زي اللي عامل عاملة؟ وبعدين ايه نقط الدم اللي على هدومك دي؟ خير في ايه بس؟ اتفضل احكي لي، ممكن اقدر اساعدك. انا طيب مش تعرفني باسمك الاول؟ انا اسمي عصام، ساكن ورا الشارع اللي فيه مكتب حضرتك، وانا زي الغريق اللي متعلق بقشاية، مش عارف اعمل ايه. انا ضعت خلاص، ضعت ومستقبلي اتدمر، وما عنديش حاجة اعيش علشانها تاني بعد ما دنيتي اتدمرت خالص، وبعد ما خدت مني كل حاجة. طب ممكن تهدى كده؟ انا مش فاهم حاجة بصراحة، يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بص يا أستاذ، أنا حكايتي بتبدأ أول ما اتعرفت على مراتي إيناس. كنت بحبها وهي كانت بتحبني، أو يمكن كانت بتمثل إنها بتحبني، وكانت زي الملاك في الأول. كانت عيشتنا مستقرة وعادية زي أي اتنين متجوزين، ومفيش مشاكل ما بينا، وأنا ما كنتش مخليها محتاجة حاجة، وكنت قايد لها صوابع ال10 شمع. وعدت أيام وعدت سنين، وربنا كرمنا الحمد لله بابننا أحمد اللي هو نور عينيا وحياتي كلها. وبدأت إيناس طلباتها تزيد وتزيد، وتحملني فوق طاقتي بزيادة، رغم إني كنت على قد حالي، بس ما كنتش مخليها لا هي ولا ابننا محتاجين حاجة، واللي في وسعي كنت بعمله، وربنا سبحانه وتعالى شاهد على كلامي وعارف اللي في النوايا من جوه. بس هي مشكلتها الكبيرة إنها كانت بتسمع كلام أمها بزيادة عن اللزوم، بتسمع كلامها في كل حاجة، في الصح وفي الغلط، واللي كانت تقول لها عليه أمها كانت بتعمله حتى لو غلط. وأمها دايما كانت مقوياها عليا، وكانت تسمع كلام أمها في كل كبيرة وصغيرة، وكانت دايما تدخلني في مقارنات مع أزواج صحباتها. شوف فلان أحسن منك ومش مخلي مراته محتاجة حاجة، وشوف فلان مش عارف ايه وايه، وشوف. مع ان ربنا يعلم ما كنتش مقصر في بيتي، وكنت كريم على قد ما اقدر، وما ببخلش على بيتي بأي حاجة، وكنت اعمل كل اللي في وسعي علشان ارضيها. بس هي طلباتها كانت اكبر من امكانياتي دايما، ودخلي الشهري اللي بقبضه كل اول شهر. ورغم ده انا جيت على نفسي واشتغلت شغلانة تانية مع شغلانتي الأساسية، وبرضه طلباتها تزيد وتزيد أكتر. كانت بتحملني فوق طاقتي بزيادة عن اللزوم. وفي يوم من الأيام، بقولك ايه، الحال بتاعك ده مش عاجبني. انت هتفضل طول عمرك كده في الفقر وما تعرفش غير طريق الفقر، ومعيشني أنا وابنك في الفقر معاك.
أنا بصراحة قرفت من العيشة دي ومش مستحملاه. طب يا إيناس، أنا أعمل إيه أكتر من كده؟ أنا والله لو عليا أجيب لكم الدنيا كلها، بس اللي جاي يا دوب على قد اللي رايح، وبعمل كل اللي عليا ومش مقصر، وربنا وحده يعلم يا حبيبتي. أنا اشتغلت شغلانة تانية مع شغلانتي الأساسية، أعمل إيه بس أكتر من كده؟ إن الله مع الصابرين. اصبري شوية وأكيد ربنا هيكرمنا إن شاء الله وهيفرجها. وأكيد اللي إحنا فيه ده ليه ربنا حكمة في كل ده، ودايما بيكون بعد الصبر جبر. أصبر إيه بس أكتر من كده؟ أصبر إيه تاني بلا فقر؟ وإيه اللي اتغير يعني؟ عايزة أفهم. لما أنت اشتغلت شغلانة تانية ما الوضع زي ما هو والفقر ورانا ورانا، وكأن الفقر عامل معاك تعاقد مدى الحياة. بس يا إيناس أنا جوزك وبحبك، والمفروض تكوني عذراني وتقفي جنبي وتكوني ليا سند وعون لحد ما الدنيا تضحك لي، وربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق، وأنا مش مقصر، أنا بسعى أهو. ومع الوقت المشاكل بدأت تزيد ما بينا. عصام، أنا عايزة أتطلق. أنا بصراحة ما كنتش مصدق ولا مستوعب كلامها ده. إيه؟ إيه اللي أنت بتقولي ده يا إيناس؟ أكيد أنت بتهزري صح؟ لا مش بهزر، أنا بتكلم جد الجد، لأن أنا قرفت من العيشة معاك وخلاص جبت آخري. ويهون عليكي حبنا والأيام والعشرة اللي ما بينا. حب إيه وزفت إيه وعشرة إيه وقرف إيه؟ لو أنت مش هتطلقني أنا هخلعك. أنا عند بيت أهلي، ولو ما طلقتنيش أنت حر. وبعدها سابت البيت وراحت عند بيت أهلها، وأنا مستغرب بالسهولة دي عادي كده تتخلى عني ومش عايزة تعيش معايا وتطلب مني الطلاق. وقلت ممكن تكون أعصابها تعبانة، وقلت أخليها كده كام يوم عند أهلها وأنا هروح أرجعها تاني. وبعدها بكام يوم رحت علشان أرجعها من عند بيت أهلها، بس مرضيتش إنها ترجع معايا ورفضت، واللي في دماغها في دماغها ومصر عليه. وعدى كام يوم كمان واتفاجئت إن جالي إعلان من المحكمة إنها رفع عليا قضية خلع. أنا كنت في ذهول تام وما صدقتش. رحت لها عند بيت أهلها. عايزة تخلعيني يا إيناس؟ للدرجة دي يهون عليكي؟ للدرجة دي يهون عليكي حبنا؟ طب وابننا أحمد ذنبه إيه في كل ده؟ أنا شبعت بقى من شغل الصعبانيات بتاعك ده، وكفاية بقى، مش عايزة أسمع منك حاجة. أنا قرفت منك ومن العيشة معاك ومن فقرك ده. بقولك إيه، قيمة الراجل في فلوسه. بس انتي عارفة ظروفي من البداية، وكنتي راضية بيا من الأول كده. أمال فين حبك اللي كان ليا؟ وكل الكلام الحلو ده كله راح فين يا إيناس؟ حب؟ شلاه يا حب. حب إيه وقرف إيه وزفت إيه بس؟ أنا صبرت على فقرك كتير، وبعدين يعني الحب ده هو اللي هيخليك غني ولا الفلوس بتجري اسم الله في إيدك قوي؟ ده كلام بنضحك بيه على بعضنا وعملنا نفسنا مصدقينه. والزمن اللي احنا فيه ده زمن الماديات والفلوس، مش زمن حب وكلام فاضي. أرجوك يا إيناس راجعي نفسك، وحتى مش علشان خاطري، علشان خاطر ابننا الغلبان ده. وجات أمها واتدخلت في الحوار. هو أنت إيه، ما عندكش كرامة؟ واحدة مش عايزة تعيش معاك، إيه هتعيشها معاك بالعافية؟ يعني أمها بدل ما تحاول تعقلها ولا تقنعها إنها ترجعلي، بتقويها عليا أكتر وتشجعها على خراب بيتها بإيديها. يا حماتي، أنا بحبها وما أقدرش أستحمل عيش من غيرها، وإذا كان على مصاريف البيت الضرورية أنا مش مقصر فيها، بس بنتك طلباتها زيادة عن اللزوم وعايزة تمشي ورا صحباتها وتمشي ورا كلامهم وتبص على اللي في إيد غيرها من الناس. ما هو صحباتها مش أحسن من بنتي، وهي من حقها تعيش بقى، هي اللي أحسن منهم. وهو ده اللي عندنا، واتفضل بقى بره من هنا، احنا دماغنا وجعانة لوحدها، يلا بالسلامة. كل الكلام ده كان حاصل وأبوها قاعد مطرحه محلك سر، مش بينطق بكلمة واحدة. يعني يرضيك الكلام ده يا عم حمادة؟ أنا مش فاضي للكلام ده، أنا راجل دماغي مصدعة لوحدها،
وهروح أشرب حجرين تحت على القهوة علشان أظبط نفوخي، أنا مش عايز وجع دماغ. ومشي خالص وسابنا. وبعدها ردت أمها وقالت: هو ده آخر الكلام عندنا، واطلع بره من هنا خالص. ومشيت وأنا قلبي وجعني ومعرفش أعمل إيه. مشيت وأنا مش مستوعب كل الكلام اللي اتقال. وبعدها بكام يوم خليت ناس تتوسط علشان يصلحوا ما بينا، لأني كنت لسه بحبها وباقي على العشرة، ومش هاين عليا إني أطلقها. بس هم أصروا على اللي في راسهم، وفي الآخر خلعتني عن طريق المحكمة. معلش بقى يا أستاذ وليد، وجعت دماغ حضرتك. لا لا لا، مفيش حاجة، كمل كلامك، أنا عايزة أسمعك يا عصام. وبعدها يا أستاذ طلبت مني القايمة بتاعتها وأخدتها كلها. والمصيبة بعدها إني اتفاجئت إنها اشتكتني تاني، واتفاجئت إن عليا حكم غيابي ب3 سنين بالقايمة. ولما كنت مسافر على كمين علشان أكل عيشي، بحثوا على البطاقة بتاعتي ولقوا عليا حكم غيابي ب3 سنين. اتكلبشت بهدلة ومرمطة من اسم الاسم، ولغاية ما عملوا لي معارضة على الحكم واتحددت جلسة، وبعدها خرجت. وتعرف يا أستاذ، لما رحت لها هي وأمها وقلت لهم: انتوا ليه عملتوا كده واشتكيتوني؟ أنا مش اديتكوا القايمة بتاعتكوا واديتكوا حاجتكوا كلها بما يرضي الله. اثبت بقى، اثبت ان انت اديتنا حاجة. طيب احنا يا ايناس كان في بينا عشرة، افتكري حاجة واحدة حلوة كانت ما بينا. أيام الله لا يعودها، كانت أيام سودة وحياتك، وكانت كلها فقر في فقر، ومش عايزة أفتكر منها ولا يوم واحد. يعني يرضيك إن أتحبس على حاجة أنا بريء منها؟ والله ما يهمنيش أتحبس بقى ولا ما تتحبسش. وبعدها حماتي قالت: هي كلمة واحدة، لو عايزنا نتنازل عن شكوى القايمة تدفع لنا 500,000 جنيه اللي انت ماضيهم على نفسك، ولو ما دفعتهمش في الحالة دي هنتنازل، ولا انت حر بقى، هتتحبس وتترمي جوه السجن. بس ده حرام، مش أنا اديتكم حاجتكم كلها اللي في القايمة، عايزين قيمتها ليه تاني؟ والله عاجبك خير وبركة، مش عاجبك يبقى ما بيننا المحاكم والنيابات. بس ده حماتي مرضيش ربنا. انت هتعمل لنا فيها عم الشيخ؟ لا يرضينا احنا بقى يا سي عصام. وبعدها أحمد ابني جه من الأوضة من جوه: بابا وحشني قوي يا بابا. وأخدته في حضني وغصب عني دموعي نزلت. انت يا بابا ليه سبتنا أنا وماما؟ أنا بحبك قوي يا بابا وعايزك تعيش معانا تاني. فضلت أبوس فيه واخده في حضني. بعدها أمه زعقت له وقالت له: امشي ادخل جوه يا أحمد، ادخل اللي هقوم أضربك والله العظيم. ابني الغلبان خاف لما زعقت له وجري على الأوضة من الخوف. وأنا على باب البيت أمها قالت: فكر في كلامنا كويس وحاول تتصرف في فلوس القايمة، إن شاء الله تسرقهم. بعدها وأنا خارج وبفتح الباب، اللي اسمه أبوها ده اللي اسمه حمادة أول ما شافني ضحك وقال: أهلا وسهلا بالمخلوع. عامل إيه يا مخلوع أفندي؟ عملتي شربات للمخلوعة وليا ولا لأ؟ وبعدها أنا مشيت خالص، مشيت وأنا معرفش إزاي كنت مخدوع في الناس دي. بس فعلا الناس معادن، فيها النحاس وفيها الفضة وفيها الذهب. والناس دي اللي اكتشفت إنهم من معادن مصدية ملهاش معالم، بس للأسف الشديد عرفت ده متأخر. وبعدها بكام يوم جه ميعاد الجلسة عليا، بس للأسف أنا مش معايا شهود ولا حاجة تثبت إنهم أخدوا مني حاجة، وتأيد الحكم عليا. وبعدها عملت استئناف وحضرت بنفسي، والمحكمة انتدبت ليا محامي يدافع عني. وفضلت أحلف وأحلف وأنا في القفص إنها أخدت كل حاجة، بس ما حدش بيصدقني خالص. وفضلت أقول: يا رب يا رب، أنت العالم والمطلع،
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي يوم الجلسة وأنا في القفص، هي وأمها وأبوها وابني أحمد كانوا جوه معاهم، وكانوا شمتانين فيا وأنا محطوط جوه القفص. جات لي مراتي عند القفص وقالت لي: تصدق شكلك حلو قوي وانت في القفص؟ ما كنتش متخيل ان شكلك هيكون حلو كده. تعرف، لو عليا صورك وانت كده واقول ده كان جوزي سابقا. وبعدها ابني قال لي: يا بابا، انت بتعمل ايه هنا؟ انت بعدت عني ليه تاني يا بابا؟ انا عايزك يا بابا تكون معانا انا وماما، وتشتري لي شيبسي وشوكولاتة زي زمان. امه مسكته من ايده وقالت له: يلا يا حبيبي، من هنا ومن هنا ورايح ما تكلمش الاشكال دي تاني، ده هيتحبس ويبقى رد سجون. واخدت ابني وراحت بيه عند ابوها وامها. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدها القاضي حكم عليا ب3 سنين وأيد الحكم علشان بددت القايمة، وده طبعا ما حصلش، وربنا يشهد على كل كلامي. بس القاضي ملوش ذنب، القاضي ليه الأوراق والأدلة، وأنا للأسف الشديد مش معايا أدلة ولا شهود إني اديتها حاجتها كلها، ولا وكلت حتى محامي يدافع عني، لأني الإيد قصيرة وحالتي على قدي، ولأني كمان اتفصلت من شغلي لما عرفوا إن عليا حكم، واتحبست في السجن. اتحبست ظلم ومن غدر اللي كانت في يوم من الأيام أقرب واحدة ليا، واللي كان يجمعنا سقف بيت واحد. ونمت على البرش وتعرفت على واحد في السجن نفس حالتي بالظبط، وطلقته حبسته بالقايمة. كان اسمه شوقي، بس هو كان محبوس من سنة، يعني فاضله 2 تانيين. بس هو اللي كان مهون عليا في فترة السجن، وكنا دايما نحكي مع بعض وكل قعدتنا مع بعض. وخلص مدته وخرج، وأنا كان بقيلي 2 تاني. وزعلت لما خرج وسابني لوحدي الفترة اللي بقيالي من حبسي بعد ما كان مهونها عليا. هتسيبني لمين هنا يا صاحبي؟ ده انت أحسن واحد عرفته في حياتي كلها. مسير الحياة يتلاقى أخويا الغالي. وبعدها ودعته وخرج، وأنا السنة اللي كانت بقيالي دي عدت كأنها سنين، وفضلت لوحدي. وأخيرا عدت السنة اللي كانت فضلالي من ال3 سنين، وخرجت من السجن. خرجت بعد المعاناة اللي عانيتها فيه. خرجت أما قلبي الطيب مات بمجرد ما دخلت بوابة السجن. وطول فترة سجني اللي هي المفروض كانت مراتي معرفش عنها أي حاجة، ولا حتى على ابني اللي بقيلي من الدنيا، ابني اللي ملهوش ذنب في الحياة غير إن أمه تكون واحدة زي أمه دي. خرجت من السجن وأول حاجة فكرت فيها هي ابني أحمد، لأنه كان وحشني قوي. خرجت ورحت على بيت أهل اللي كانت مراتي في يوم من الأيام، وخبطت على الباب. اللي فتح الباب أبوها. هو انت ايه اللي جابك هنا؟ البيت ده محترم، ما يدخلوش واحد رد سجون. قصدك بيت النقص، وبيت ما يعرفش حاجة عن العشرة، ولا يعرف حتى ريحة الأصول، ولا يعرف أدب. انت عايز ايه دلوقتي؟ أنا عايز أشوف ابني فين، وسع كده. وبعدها خرجت الست اللي كانت في يوم من الأيام حماتي، وأول ما شافتني قالت: هو انت خرجت بالسلامة؟ وايه اللي جاب سيادتك لغاية هنا عندنا؟ ها، عايز ايه؟ أنا عايز ابني يا ست انتي. ابني وديتوه فين؟ وابنك بقى لما يعرف ان ابوه رد سجون هيرضى يعيش معاه؟ اظن طبعا ما ينفعش ابنك يعيش مع واحد كان مرمي في السجن. ومين اللي رماني في السجن يا ولية انتي؟ مش انتوا اللي ما تعرفوش حاجة عن العشرة ولا تعرفوا ربنا. أسره، علشان مش عايزين نضيع وقتنا معاك. ابنك انت مش هتشوفه تاني، ولو عايز تشوفه قدامك الأقسام والمحاكم، وروح بقى يا حبيبي اخبط راسك في الحيط.
غير كده ابنك مش هينفع يعيش مع واحد رد سجون وعاشر مجرمين وحرامية في السجن وبقى سوابق زيك. يعني ده آخر كلام عندكم؟ أيوة، ده آخر كلام عندنا، واللي عندك اعمله. تمام، بس يمين بالله وحياة كل دقيقة قعدتها في السجن ظلم، بحق كل الظلم اللي انتوا ظلمتهولي في حياتي كلها، أنا مش هسكت، وابني هاخده، يعني هاخده بالذوق بالعافية، هاخده ومن غير سلام، يا أوسخ ناس على كوكب الأرض. وبعدها خرجت وأنا مش عارف أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. رحت لصاحبي شوقي اللي كان محبوس معايا في السجن، وقعدت معاه وحكيت له على كل حاجة. يا صاحبي انت مفيش حاجة هتقدر تعملها، لأن القانون في صفها، ومش هتقدر تاخد ابنك يعيش معاك، لأن هي لسه ليها الحضانة لغاية 15 سنة. هو مفيش حل غير إنك ترفع دعوة رؤية في المحكمة وتشوفه كام ساعة في الأسبوع. يعني إيه؟ يعني أنا أروح المحكمة علشان خاطر أرفع دعوة وأشوف ابني في الأسبوع كام ساعة؟ طب ده يرضي ربنا يا ناس؟ والله يا صاحبي مفيش حل غير الحل ده، هو ده الحل الوحيد اللي تقدر تشوف بيه ابنك، لكن إنه يعيش معاك على طول ما ينفعش تاخده منها. بس أنا مستحيل أخلي ابني يتربى مع واحدة عديمة المسؤولية زي دي. ده إذا كان هنا عليها تسجن جوزها، هيهمها ابنها ولا هتحافظ عليه؟ طب اهدى كده بس يا صاحبي وقولي انت ناوي تعمل ايه؟ اللي عايزه ربنا هيكون، اللي عايزه ربنا هيكون يا شوقي. بعدها خرجت من عند صاحبي وقررت حاجة واحدة، إني لازم أخد ابني ولازم يكون معايا أنا، مش مع أمه المريضة. وبعدها رحت على البيت اللي أنا كنت واخد إيجار بعد ما خرجت من السجن، لأن هي طبعا أخدت البيت بتاعي واللي كان مسكن الزوجية زمان، واتمكنت منه علشان حضانة ابني. ودخلت البيت وقررت إني لازم أروح أخد ابني، ما هو أنا لازم يكون ليا موقف. وكان في جنب سكينة موجودة على الكنبة، كنت قاعد عليها وأخدتها ورحت عند بيت اللي كانت مراتي واللي كان بيتي في السابق. أول ما شافتني قالت: انت ايه اللي جابك هنا يا رد السجون؟ يا رد السجون، ايه اللي جابك؟ أنا عايز ابني يا إيناس، عايز ابني. ابنك اللي عايزه يا رد السجون انت؟ ومين اللي ظلمني ودخلني السجن ظلم؟ مش انتي وأهلك؟ ومين اللي افترى عليا؟ ومين اللي كان بيستقل بيا وبظروفي؟ مش انتي وأهلك؟ بقولك ايه، انت جاي هنا تحكي قصة حياتك؟ بص بقى بالمختصر المفيد كده، ابنك عايز تاخده خده عن طريق المحكمة، غير كده ابنك هيفضل معايا لحد 15 سنة. وبعدين ما اعتقدش بقى ان ابنك هيطيق يشوفك بعد ما كنت في السجن، ولا يشرفه ان انت تكون ابوه او ابوه يكون سوابق زيك. بعدها خرج ابني من جوه الأوضة وجري عليا وفي حضني: وحشني قوي يا بابا، كنت فين كل السنين اللي فاتت دي كلها؟ انا كنت عايزك يا بابا تقعد معايا على طول، علشان انا كنت بحبك، وماما كانت بتضربني لما اجيب سيرتك قدامها، وكانت تقولي ان ابوك ده ما تفكرش فيه تاني واعتبره مات، لان ابوك ده مش بيحبك، انا بس امك اللي بتحبك. وكانت دايما تقولي ان انت في السجن. يعني ايه السجن ده يا بابا اللي كنت فيه؟ امشي من هنا، خش جوه يا احمد، خش جوه ما تقعدش هنا. الواد خاف من صوتها ودخل على جوه. هو انتي مبسوطة باللي بتعمليه ده وضميرك كده مرتاح من جوه؟ انا عايز اعرف، انتي بتعرفي تنامي ازاي على مخدتك بالليل؟ انتي ما بتفكريش انك ظلمتيني انتي واهلك ورميتوني في السجن ظلم؟ ايوه بعرف، وبشخر كمان وانا نايمه. انتي عملتي فيا ليه كده؟ وانا اللي عملت كل حاجة علشان اخليكي مبسوطة، وكنت بنحت في الصخرة علشان اوفر لك اللقمة انتي وابنك وأعيشكم في سعادة وأمان. سعادة اللي كنت معيشنا فيها؟ ده انت كنت معيشنا في فقر وذل، وما كانش عندك طموح،
وهو أنا يعني صحباتي اللي اتجوزوا دول أحسن مني في إيه؟ ده أنا كنت بحس بالنقص لما كنت أشوف الواحدة إيديها مليانة دهب وجوازهم يجيبوا لهم كل حاجة ومعيشينهم في عز ونعيم. تعرفي انتي كان ناقصك ايه؟ كان ناقصك الرضا والقناعة، وإنك ما تبصيش للي في إيد غيرك. ولو كنتي وقفتي جنبي وشدتي من أزري وكنتي سند ليا، كان زماننا لسه مع بعض دلوقتي وعايشين في رضا. وتعرفي كان ينقصك ايه؟ كلمة الحمد لله. كلمة الحمد لله دي سرها عظيم، ما يعرفهاش غير القنوع. بس للأسف الشديد انت عمرك ما قلتي الكلمة دي في حياتك، وتربيتي على النقص وعلى انك تبصي في اللي في ايد غيرك من البشر. بقولك ايه، هو انت جاي تقولي حكم ومواعظ؟ خلاص بقى خلصنا، ويلا اتفضل من غير ما ترد من هنا، الوقت متأخر، ما ينفعش تقعد معانا هنا، الناس تقول عليا ايه؟ انا مش همشي من هنا غير لما اخد ابني معايا وامشي بيه بالذوق بالعافية هاخده، لان انا قلبي الطيب بتاع زمان خلاص ما بقاش موجود، وبقى زي الأطرام من السواد. والبركة فيك انتي واهلك. لو ممشيتش دلوقتي من هنا انا هصوت والم الناس عليك. بعدها ما حسيتش بنفسي إلا وأنا بخرج السكينة اللي كانت معايا. خشي هاتي الواد من جوه وإلا هخلص عليكي. لسه كانت هتصرخ وتلم عليا الناس، ضربتها بالسكينة وفضلت أضرب فيها، أضرب واضرب واضرب، وطلعت كل الغل بتاع السنين اللي فاتت، وضربتها أكتر من 20 طعنة، والأرض بقت بركة دم. ودخلت على ابني جوه وهو بيعيط، وأخدته في حضني وقلت له: سامحني يا ابني، سامحني يا حبيبي، أنا بحبك، وعملت كده علشان بحبك وعايزك تيجي معايا. سامحني، هما اللي وصلوني لكده، هما اللي صحوا الشيطان جوايا، هما اللي بدأوا بالشر، هما اللي ما صانوش العشرة وطلعوا أوطى الناس. وأخدته في حضني وفضلت أعيط زي العيل الصغير. وبعدها الباب خبط والجيران اتلمت، وأنا هربت من الشباك وخرجت وأنا معايا السكينة، وقررت إني أخلص من أبوها وأمها الاتنين راس الأفعى. ما هو اللي قتل واحد يقتل التاني والتالت، وهو بيت أبوها. البيت كان قريب من بيتنا. خبطت على الباب وخرج أبوها، وبدون أي مقدمات ضربته بالسكينة أكتر من ضربة، وخرجت أمها الحرباية على الصوت. خلصت عليها هي كمان وموتهم كلهم، ومش فارق معايا بقى أموت ولا أتعدم. والله ما فارقة يا أستاذ، أنا كده شفيت غليلي وارتحت من جوه وانتقمت منهم ورديت كرامتي. وابني بقى ربنا يتولى برحمته والله يكون في عونه. أنا كان نفسي أخليه معايا على طول، كان نفسي أعلمه أحسن علام وأطلعه راجل ملو هدومه وسط الناس، وأعلمه الحب والخير والعدل. بس ذنبي إني اتجوزت واحدة زي أمه، منها لله بقى أمه. هي مشيت ولا شطنها وخرجت منها لله بقى أمه، مشيت ورا شطنها وخربت البيت وفرقتنا عن بعض. أنا كان أبسط طموحاتي إني أعيش مستور، بس للأسف بقى هم اللي وصلوني لكده، هم اللي خلوا قلبي بعد ما كان كله خير خلوه أسود زي القطران. بس أنا اخترت غلط، اخترت إنسانة مريضة وأنانية ما بتحبش غير نفسها، وكانت تابعة وماشية ورا أمها في كل كبيرة وصغيرة. وأنا اللي كنت فاكر اخترت صح واخترت واحدة ملاك، للأسف طلعت شيطان في توب إنسان. بس يا أستاذ، وهي دي حكايتي المؤلمة. وأنا لما عملت عملتي دي وخلصت عليهم ما كنتش عارف أروح فين، بس بالصدفة لقيت مكتب حضرتك مفتوح وقلت أحكي لك حكايتي المؤلمة اللي مريت بيها. ودلوقتي بقى أسيبك أنا يا أستاذ، وأنا آسف جدا على إزعاجك وإني عملت لك دوشة،
بس أنا كان لازم أحكي حكايتي لأي حد، ولقيت نفسي رجلي جابتني عند حضرتك. أنت هتروح فين بس يا عصام؟ معرفش يا بيه، مش فارقة. سلام عليكم بقى. وبعدها خرج من عندي من المكتب، وده ضحية من ضمن آلاف الضحايا، ضحية الغدر والخيانة، ضحية عدم الرضا، ضحية القيل والقال، ضحية الظلم. هو وأمثاله أنا بعتبره مجني عليه مش جاني، حتى لو كان قتل وارتكب جريمة، بس للأسف الشديد اللي زيه يعتبر اتقتل قبل ما يقتل. بس للأسف هو هيتحاسب على قتله ليه، وهم ما تحاسبوش على قتلهم ليه من زمان، فما كانش قدامه غير الانتقام منهم. ودي حكاية واحدة قد تكون من ضمن آلاف الحكايات. ولو حضراتكم عايزيني أحكي لكم حكاوي تانية، أنا ممكن أحكي لكم حكاوي كتير، لأن زي ما قلت لكم أنا بشوف في مهنتي العجب، بشوف العجب من حكايات المحاكم والدنيا. ولو الحكاية المؤلمة دي عجبتكم قولولي، وإن شاء الله نتمنى إن القادم يكون أفضل. سلام عليكم. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة. استنوني في قصة جديدة. كانت معكم غادة محمود.